يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات كبيرة على قطاعات مختلفة، وعليها ستظهر وظائف وتختفي أخرى. ومن الوظائف التي سيؤثر عليها الذكاء الاصطناعي: أولاً، المحاماة. بعض أجزاء المحاماة يمكن استبدالها فعلاً بالذكاء الاصطناعي كما قدرت شركة ماكنزي. ثانياً، بائعي المتاجر، حيث ستتمكن فقط بأخذ السلعة وسيتم خصمها تلقائياً من رصيدك كما في متجر أمازون جو في مدينة سياتل. ثالثاً، السكرتارية. يتم العمل الآن على تصميم عميل افتراضي شات بوت يقوم بتلخيص احتياجات آلاف المتصلين أوتوماتيكياً وأحياناً في نفس الوقت. رابعاً، سائقي الأجرة. سرعة البحث الآن توحي بقرب التوصل لسيارات ذاتية القيادة، سيتم إنتاجها من صانعي السيارات كتسلا وأوبر. خامساً، طبيب الأشعة. نعم، يمكن للتقنيات الحالية أن تقوم بنفس عمل الطبيب في تشخيص المرض والمشكلة بشكل أرخص وبفعالية عالية ودون مخاطر. سادساً، المترجم، وذلك لأن خوارزميات الترجمة في تطور مستمر،